مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واليوم رجعت لكم فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم زي ما حكيت لكم من ضمن سلسلة رمضان، راح نروح انا وامي ونتسوق مشتريات او مقاضي رمضان خلال الفترة الجاية. طبعا رمضان على الابواب، كل عام وانتم بالف خير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب، وربنا يتقبل منكم رمضان كريم. فهلقيت راح نروح انا وامي على المول ونتسوق هناك، وهشوفكم في المول. يلا باي. طبعا يا جماعة هلا رايحين على المول. طبعا يا جماعة هينا في طريقنا أنا وإبني على المول، يعني دقيقة وهنكون واصلين إن شاء الله. أول ما نوصل هناك راح نبلش في التسوق إن شاء الله. وصلنا المول، يلا هي أخذت السلة. طبعا اليوم راح نجيب كل حاجات رمضان من قبل رمضان. شوفوا يا جماعة أجواء رمضان، أول ما بنفوت إلا التمر. إمي إيش رأيك؟ تمر، هاي في أنواع كتير تمور. هاي إمي قاعدة تختار التمر أول ما فتنا على طول، يعني بيحكوا لنا كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. أول حاجة بلشنا فيها التمر. يلا حطي إمي، هذه البداية. سمنة كمان عشان الكعك للعيد. للعيد ولا لرمضان؟ تمام. هاي قمر الدين، هذا ليسهول. أنا مش كتير بحبه، بحكي لإمي عادي ممكن نجرب مرة. هاي قاعدة تختار. هاي كمان جبنا قمر الدين. تمر هندي. ايش كمان؟ تمر هندي؟ لا ما بحبه. تحبيه؟ إذا أنت بتحبيه هاتيه، أنا ما بحبه. أنا بحبه. يلا هاتيه. هاي تمر هندي كمان. هاي بندورة. هاي هذا خيار موجود عندنا في البيت. بدنا بصل. بطاطا عندنا في البيت. خيار في البيت. وخيار كمان فيه. ناخذ فلفل جنبه. هاتي للبيتزا. في بصل. بدناش كتير، مش كتير فلفل أحمر. بتاخذي حلاوة. بتاخذي حلاوة. طبعا حلاوة. هي الحلاوة والمربيات. شو بدك تاخذي؟ في أنواع كتير. البوادي طبعا متعودة على نوع معين. هي بتاعت رمضان اللي فات. هيها بتاعت رمضان اللي فات عندنا هي. مربى. بدنا مربى ايش يعني؟ تين. مربيات، بدنا مربى تين، بس نجيب علبة صغيرة برضو لأنه أنا وأمي لحالنا. حلواني. شو رأيك في هذه؟ تين. رمضان، زبيب، وسط الحلب والشغلات. ما بدك اشي من هاد؟ ناخذ زبيب. راح نكمل تسوق انا وامي، وراح اورجيكم مشترياتنا في البيت ان شاء الله. يلا باي. واخيرا رجعت لكم طبعا بعد ما رحت على المول انا وامي وتسوقنا كل حاجه محتاجينها للبيت. هلقيت راح نعرض لكم المشتريات اللي جبناها. يلا هلقيت نشوف. الصراحه مش عارفه من وين ابلش لانه في شغلات كتير. تعالوا نشوف. اول كيس عندي، مش هقدر ارفع الكيس. عندنا اول حاجه سكر. طبعا مشتريات رمضان هذه راح تقضينا يعني فترة رمضان كلها. إذا نقص علينا حاجة ممكن نروح نشتريها مباشر، يعني في وقت الأكلة، في وقت الإشي. وعندنا هان كمان فينو لسحور رمضان يا جماعة. طحين، هذا الأساسيات. وعندنا هان الخروب، وما أدراكم الخروب. طبعا هذا خروب غزة. صراحة أول ما شفته أنا ما جبته من المول، جبته من مكان تاني. فأول ما شفته تذكرت غزة وأيام غزة. الخروب كان هذا عندنا يعني أساسي في غزة على سفرة رمضان يوميا. سبحان الله. فحتى الخروب الطبيعي بيكونش يعني نفس الطعم. فأول ما لقيته جبته. وعندنا كمان قمر الدين. عندنا هان قمر الدين برضو للسحور رمضان. ان شاء الله هجربه قريبا، يعني على السحور. اول سحور راح اجرب فيه قمر الدين. وعندنا هنا نشا.
وعندنا كمان جبنة، طبعا الفيتا مش كتير بحبها، جبت علبة واحدة. وعندنا كمان يا جماعة تمر، هاي عندنا هان تمر، هذا برضو أساسي على سفرة رمضان. الصراحة تحمست لرمضان، يعني له يومين وتحمست قبل ما يجي، الواحد هيك انفتحت نفسه. تعالوا نشوف ايش في كمان. عندنا هان مربى اللي هو بطعم التين برضو للسحور رمضان. وعندنا هان جبت كريمة طهي، ممكن احتاجها يعني خلال ايام رمضان. وعندنا هان علبتين، عندنا علبة فول، في كمان علبة بس في الاكياس التانية مش عارفة وين. وعندنا هان عسل اسود دبس. ايش كمان؟ اول كيس خلص، تعالوا نشوف الكيس التاني ايش موجود فيه. نحط هنا عشان اقدر اطول منه. وعندنا هنا فليفلة، هذا كيس الخضار شكله. وعندنا هان ليمون. وعندنا كمان يا جماعة بصل، البصل على كل أكلة لازم يكون موجود. وفلفل أخضر. وهنا كمان بندورة. طبعا ما جبت كل الخضار لأنه في عنا بطاطا، في عنا جزر، في عنا خيار. إيش في كمان يا أمي؟ في عنا شغلات. عارفين أنا يعني لو رحت أنا أتسوق لحالي كان جبت هذه الشغلات يعني عادي، فكنت كل ما بدي أجيب حاجة يقول لا عنا تجيبيش، عنا بطاطا عنا خيار. فإيش إنه وفرت وما جابت، حكت موجودين هذول الشغلات. إيش هذا كمان؟ وهذا الزيتون محط على سفرة رمضان، كنت بحدق الأكلة. وعندنا نوعين زيتون يا جماعة. أمي قالت لي هات الزيتون هذا أو هات الزيتون هذا، فقلت خلاص بنجربه. أنا في هذا الزيتون بعرفه بس هذا أول مرة ما طلبت، يعني حكيت له حط لي كمية قليلة عشان نجربه يعني تجربة. وفي عندنا هنا كمان عشان الكيس على الأرض مش طايلة، مرتديلا. والله تسوقنا لرمضان يعني كله. وموجود هان كمان لبن، حليب، حليب سائل. طبعا حليب البودرة موجود عندنا في البيت برضو. هنا مايونيز، كاتشب، أهم حاجة هدول بالنسبة إلي يعني على الأكلات السريعة. وعندنا هنا سمبوسك. طبعا جماعة شفت نوع تاني سمبوسك حقيقة إني لازم نجيبه ونجربه، يعني معنا لسه أيام رمضان طويلة شهر كامل. وعندنا هنا جبنة. وعندنا هنا كمان أندومي. طبعا يا جماعة جبت الأندومي للشوربات، يعني الواحد بيعمل شوربة لسان عصفور وشغلات زي هيك لازم يحط فيها أندومي بتدي هيك طعم زاكي. وهنا هذا ملح، فول، طاولة مش باكية واسعة. عملنا هذا تمر هندي، صراحة أنا ما بحبه بس أمي بتحبه. وموجود كمان كيكة، شفتها اجت عبالي حكيت لازم اجيب الكيكة هذه. ومعكرونة، لا هذا لسان عصفور، شايفين لسان عصفور هذا رئيسي على الإفطار رمضان. هاي معكرونة لو اجى عبالنا نعمل معكرونة للبشاميل. وفي عنا هاي برضو معكرونة، هذه معكرونة للكفتة أو البشاميل يعني تأدي نفس الغرض. وهنا برضو هذا لسان عصفور. وعندي هنا معكرونة، جبت أنواع يا جماعة معكرونة لأنه شركات حكيت إني بنجرب يعني. وهذه السمنة لأنه ناويين نعمل كعك إن شاء الله، مش عارفة كعك العيد ولا كعك هذا هنعمل الفترة هذه ما بعرف، على حسب الظروف والأجواء. وهنا عنا طحينة. وعنا كمان آخر كيس هاي زبيب. هذا الزبيب يا جماعة لازم ينحط على كل أكلة رز. حطه هنا. حلاوة، إما حكت لي ما تجيبي حلاوة كبيرة لأنه حلاوة رمضان اللي فات لسه ضايل منها شوية، فقررت إني أجيب علبة صغيرة.
ايش كمان عنا هنا صلصة، جبت لفترة رمضان برضو علبتين. موجود عنا هنا فستق، اكيد انتوا عارفين الفستق هذا ضروري دايما. وعنا هنا جبنة بلدية، اكيد كلكم بتعرفوا، اهل غزة بيعرفوا هذه الجبنة البلدية لا غنى عنها. وهان حمص كمان، عنا حمص، شايفين حمص هذا على السطور يا عيني. وهان عنا رز مصري، الصراحة ما طلش وسع على الطاولة بس هنحط كمان. وهاي جبنة كريمية، وين احطها مش عارفة فيش وسع بس هحطها هذه كده، احطه هنا. وعندنا هان كمان رز، حكينا له يحط لنا اياه نص نص عشان انا وامي لحالنا لما نعمل اكل ما نتغلب. هاي نص، وهاي كمان نص كيلو، وهاي كمان نص كيلو رز. وايش كمان ضايل عندي هنا الرز برضو مصري نوع تاني، نحط هذي بنجربه. حكينا خلينا نجرب النوع هذا. بس هدول كل المشتريات طبعا لرمضان. ما حبيت اني اجيب كفتة او لحمة او دجاج، امي حكت لي لا خليه وقتها يوم ما تيجي تعمل الاكلة بتجيب الدجاج والفواكه. هاي امي كمان من خلف الكاميرا بتحكي بالفواكه. الفواكه ليش يعني بتضلها طازة، يعني الواحد لما يجيبها يومها في وقتها بتكون ازكى وطازة. فحكينا خلاص خلي هذه الاشياء مؤجلة، يعني ممكن عندنا هلقيت شوية فاكهة في البيت خليها في اول يوم رمضان ممكن نروح ونجيب شغلات تانية. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هتكون فيديوهات رمضان. كل عام وانتم بخير، يا رب ينعاد عليكم بالصحة والعافية ورمضان كريم. بس هذا كان فيديو اليوم، طلعنا وتسوقنا. اول مرة بحكي لامي، بالعادة يا جماعة بروح بتسوق انا لحالي، بس حكيت لامي لا تعالي نروح نتسوق انا وانتي، فامي كان في لها اختيارات مختلفة عني. هديكم جولة سريعة وبعد هيك نختم الفيديو. امي بتحكي لي تصفين في الثلاجة، الصراحة يا جماعة انا تعبانة ومرهقة فهسيبهم هريح. هنحطهم في الثلاجة، بس انا هاخد لي هيك بريك يعني نص ساعة زمن واريح. بعد هيك هصفيتهم انا وامي في الثلاجة وكل واحد هنحطه في مكانه. ولا صفتيهم انت يا امي؟ امي بتحكي لي خلص خليهم كمان شوية، لانه عن جد تعبانين، إلنا ساعتين احنا بنتسوق وما صدقنا نروح البيت. بس خليني اديكم جولة سريعة ونرجع لكم. شايفين يا جماعة هاي مشتريات رمضان كلها.